صفقات الأهلي الجديدة: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، جليديشار، الساعي. كل دي صفقات الاهلي عاملها، هو ناوي يقفل القاره ولا ايه؟ عندهم فلوس يا رضا، ما يجيبوش صفقات ليه؟ مش زي نادي الزمالك عليه ديون. بس لازم نادي الزمالك يعمل صفقات، مش شرط تكون كبيره عشان يعرف يكمل الموسم على خير. صفقات زي مين كده يا رضا؟ انا شايف تجيبوا احمد القندوسي من سيراميكا، ووليد الكارتي من بيراميدز، ومحمد شريف، وسامع ان اللاعب بلاتي توريه مش هتجدد عقده مع بيراميدز، نجيبه، ده لاعب كويس وقوي في نص الملعب. احنا عارفين نجدد لزيزو والباقي اللعيبه يا رضا عشان نجيب اجانب تاني، ما انت عارف اللي فيه. وبعدين لو هنجيب لازم نمشي بعض اللاعبين. لو هتمشي الافضل تمشي اللعيبه اللي مستواها نازل واللعيبه الكبيره في السن، زي مثلا عبد الله السعيد، لان الاصابه الاخيره شكلها هتطول معاه، وبعدين هو 40 سنه، ولو هيلعب ربع ساعه نص ساعه بالكتير. لو كان حارس مرمى كنت قلت لك ماشي. ازاي وعبد الله السعيد هو اللي كان شاري الفرقه في الفتره اللي فاتت قبل الاصابه؟ وبعدين احنا في مشكله مع زيزو مش عايز يجدد الا ب 100 مليون جنيه، وهو حر في قراره. طب سيبك من عبد الله السعيد دلوقتي وسيبك من زيزو، مين اللي جاب مش لاك ده ولا مش لاك؟ تجيب لعيب تديه 40 مليون جنيه وفي اخر النادي ما استفادش منه بنص جنيه؟ الصفقات الاجنبيه دي يا رضا مش مضمونه، ممكن تتاقلم ممكن مش تتاقلم.